هو سابك وبعد عنك، تمام، بس خليني اقولك ازاي تخليه انه يشتاق لك ويرجع من غير ما تبعتي ولا رسالة. اول غلطة ممكن تقع فيها اي واحدة بعد الانفصال هو انها تفضل تزن وتطرده وتبعت رسائل كتير وتحاول تبرر له، وده اكبر سبب ممكن تخليه فعلا انه يبعد. يبقى هو هيشتاق ليكي مش لما تكوني متاحة ليه طول الوقت، هو هيشتاق ليكي لما تختفي فجأة. اول حاجة هنا الاختفاء التام، يعني تختفي من حياته تماما، حتى لو شافك على وسائل التواصل الاجتماعي اونلاين مثلا ولا كأنك شايفاه. تاني خطوة، ركزي على نفسك شوية، يعني مش هقولك بس انك تعيشي حياتك، لا ده انت تبقي مبسوطة كمان، وتخليه لما يشوفك يخليه يحس بانه فقد فعلا كنز وان هو ما قدرش الكنز ده. اعملي حاجة جديدة، اتعلمي حاجة بس بعقل وحكمة، يعني ما تعمليش حاجات تتاخد عليك، وانك ما تبينيش كمان بانك بتحاولي انك تقربي منه، ولما تظهري قدامه لازم يحس بانك اتغيرتي فعلا. تالت حاجة، اكسري النمط، يعني لو متعود ان لما تزعلوا مع بعض يلاقيكي بسهولة، مهم ان يحس انك بقيتي صعبة. حتى لو رجع ان يكلمك تاني ما ترديش بسرعة، خليه يسأل نفسه هي راحت فين. واهم حاجة في كل ده ما ترجعيش بسهولة، يعني لو رجعلك لازم يعرف انك مش مجرد اختيار سهل، خليه يتعب علشان ساعتها بس هيفهم قيمتك كويس جدا. الرجوع مش دايما هدف، يعني لما تبقى مشاعرك متوازنة ساعتها بس انت اللي هتختاري انه يرجع او ما يرجعش، وهل يستحق فعلا ولا لا.